خلص بشوبير كسبك بقى. لا لسه لينا شوبير كسبك ما لينا جولات لينا جولات. طلعنا الاسبوع اللي فات، انا طلعت هنا قلت لكم شوبير كابتن شوبير قال سيف فاروق جعفر في ايه؟ في بيراميدز نهائي. عمرو قال لك لا. ادي كلام. وما زلت عند كلامي، لسه في كلام. لسه في كلام، هتشوف لسه في كلام. طب انتوا اتهمتوه بالخاين والعميل. لا والله العظيم ده ابننا، ابن نادي الزمالك. مين بس؟ ابن نادي الزمالك. المهم يعني هنتكلم على المهم ان كابتن شوبير كسبك. لا لسه الجوله عامل الفيديو ده، وقت كابتن شوبير اقول له خد يا كابتن شوبير خد انت كسبت عمرو الدردير يا كابتن. الجوله لسه ما انتهتش، لسه في كلام. لسه في كلام. طب لما الجوله ما انتهتش يا عمرو؟ لسه في كلام. طب ماشي. لسه في كلام. ما زال يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر، انا اعتقد ما زال لسه في امل ان يرجعوا الاثنين. الاثنين دول ابناء نادي الزمالك يا جماعه. لما يخرج من نادي الزمالك ابن نادي الزمالك، انا بقول لك بينتحر لما بيخرج. صعب جدا، صعب جدا. ليه مش كنت لما رمضان صبحي قلت له ده احتراف؟ لما رمضان صبحي خرج من الاهلي مش قلت يا اخوانا انتوا زعلانين ليه؟ جمهور الاهلي زعلان ليه؟ ما احنا مش زعلانين احتراف في النهايه. طب امال ايه؟ احنا مش زعلانين كاحتراف ليه؟ يا ثانيه واحده بس اكمل لك. احنا مش زعلانين ان ينتقل حقه. ده احتراف. ما حدش هيشكك ولا هيقول مش لا، حقه. وبيراميدز اتفاوض في الوقت المناسب ومضاه. ما فيش مشكله في ده. لكن احنا بنتكلم النهارده رمضان صبحي فين؟ تقدر تقول لي فين؟ موجود. مش تقول له احتراف. يا ما انا بقول لك احتراف ولاعيب كبير ولاعيب محترم. فين رمضان صبحي؟ رمضان صبحي اللي كان في النادي الاهلي ولا رمضان صبحي اللي دلوقتي؟ سبحان الله، شربوا من نفس الكاس اللي الاهلي شربوا. كاس ايه يا ابني؟ نفس الكاس. يعني هقول لكم على حاجه. في لعيب اسمه حاجه حسن بيلعب في الزمالك، كان بيلعب في الزمالك مش عارف كان بيلعب فين كده. لعيب اسمه اسامه حسن كده، مش عارف انت عارفه ولا ايه بتاع. لعيب اسمه انت مش عارف اسامه حسن؟ انا عارفه منين بس. تعرفه منين؟ ما طبعا لان حراق بالنسبه لي. انت هو بيزعلكم. انا عارف هو بيزعلكم يا عم. ده والله العظيم بيزعلكم. الناس اصلا ناسياه. بيزعلكم. طلع يقول لك ايه؟ الخاين. بيزعلكم. اسامه عيب بيقولوا على لعيب صغير خاين. ليه بتقول عليه خاين ليه؟ لما كان الاهلي بيقول كده على رمضان صبحي كنت تدافع يقول لك احتراف دلوقتي بيخاين وعميل وبتاع. احتراف لو راح. طب ليه بيقول عليه خاين؟ طب استنى، كابتن خالد مندوب بيقول لك ايه؟ يقول لك سيف فاروق جعفر عنده 24 سنه وما اثبتش ذاته في الزمالك. يا راجل انتوا بتضحكوا على نفسكم وبتضحكوا علينا. ده انتوا قعدتوا السنه اللي فاتت كلها مكاسب الزمالك الكبرى والعظمى. سيف فاروق جعفر طبعا لعيب كبير يا عم. ما هو انا بقول لك انا ماليش دعوه باللي يقول. كل واحد يقول رايه. دي اراء، كل واحد عنده راي. والمصريه مش لازم كلنا نتفق على راي. يعني راجل ده كل اعلام الزمالك مطلعين الواد يعني بيعدموه يوميا. لا بيعدموه. لا هو يعني لعيب كبير ولاعيب كويس جدا. اسمعني وهو راح في الوقت المناسب بيراميدز، لكن لازم يرجع ناديه. يا عم احنا بنطالب ان نرجع ناديه. بس اقول لك حاجه. بس انا بفكر بس الاخوه في اعلام نادي الزمالك اللي هم كانوا بيهاجموا اعلام النادي الاهلي بيقول لك عاملين حرب على رمضان صبحي المسكين وان رمضان صبحي من حقه انه يحترف. ادي كابتن خالد غندور طلع يقول لك سيف فاروق جعفر عنده 24 سنه ولم يثبت ذاته. بصوا ولا لاحظ ان رمضان صبحي قعد عنده 18 سنه طول ما هو قاعد في الاهلي. ما بيكبرش يوم. على طول 18 سنه ما بيكبرش. في الاهلي ما بيكبرش. المستشار مرتضى منصور قال لك ايه اول ما سيف جعفر مضى لبيراميدز قال لك اسوريو ما كانش عايزه. طب لما اسوريو ما كانش عايزه بتجدد له ليه؟ سؤال. لما اسوريو مش عايز سيف فاروق جعفر، انت حضرتك رئيس نادي بتجدد له ليه؟ المدير الفني مش عايزه، هتجبر المدير الفني على اللعيب؟ بلاش كده. علي بركه، الاستاذ علي بركه زميلنا العزيز قال لك سيف صح كرويا ومش كان كلامه صحيح. ايه المشكله؟